حضرتك يا استاذ انت مزعل حماده منك، وجاي اشتكالي النهارده ان انت مزعله. ابنك كل لما اجي اساله سؤال يدخلني في كيف تبيض الدوده وتلد الدوده، مش عارف ايه علاقته مع الدوده. حتى انا هثبت لك اهو. حماده يا حبيبي. ايه يا استاذ؟ قول لي مميزات الفيل. الفيل هو من اضخم الحيوانات، له خرطوم طويل وانياب كبيرة، وعندما يمشي يقتل بعض الحيوانات الصغيرة والحشرات مثلا كالدود، والدودة نوعان فمنها الناططة والزاحفة. معلش يا استاذ اساله سؤال تاني. حماده يا ابني. ايوه يا استاذ. جات لي فكره. لو قلت لك اكتب لي موضوع تعبير عن نشرة الاخبار هتكتب ايه يا حماده؟ لقي 15 جنديا في كم وباعهم المقاتلون الشيشان في الضفة الغربية، وحصلوا على جثثهم بعد أن أكلها الدود، والدود نوعان فمنها الزاحف والناطط. اتكلم عن مميزات الطيارة، ولو انت راجل هات الدود. الطائرة وسيلة من وسائل النقل الجوية، وهي مريحة، وقد ساعدت الإنسان في نقله إلى الأماكن البعيدة ونقل الأسلحة في الحروب. وهي كالحشرات الطائرة مثلا كالفراش، والفراش أصله من الدود، والدود نوعان فمنها الناطط والزاحف. قول لي يالا انت بتصحى الصبح تعمل ايه؟ بصحى يا أستاذ أشوف الشمس بعينيا اللي هياكلهم الدود، والدود نوعان فمنها الزاحف والناطط، والزاحفة نوعان فمنها الطويلة ومنها القصيرة، والطويلة نوعان فمنها الغليظة ومنها الضعيفة، والضعيفة نوعان فمنها التي تلد ومنها العقيم، والتي تلد نوعان فمنها من تلد الدودة العادية ومنها من تولد دودة القط. دي جي ميرو. صباح الهرم يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا